هي طلقة واحدة بس قررت أنفذها عند مأذون عشان أهدد بيها مراتي، عشان بعد كده تتعلم الأدب وتفضل في طوعي وتنفذ كلام أهلي. كنت دايما بقولها هطلقك كنوع من التهديد، لكن المرة دي كلمت أهلها وقررت أخليها رسمي. أبوها جا واتكلم معايا وقال لي: يا ابني كل البيوت فيها مشاكل، خراب البيت مش سهل. بس أنا ولا كأني سمعت حاجة، كنت مصمم أعلمها الأدب. إخواتي البنات كانوا كل شوية يتصلوا ويطمنوا إذا كنت طلقتها أو لسه، وكنت بكلمهم قدامها وأقول لهم خلاص كل حاجة خلصت ورايحين عند المأذون. مراتي كانت ساكتة، كنت شايف دموعها وهي بتحاول تمسكها قدامي، لكن مش عارفة. غصب عنها شكلها كان بيأكد لي إني ماشية في السكة الصح وإنها اتكسرت. أبوها بصلي وقال لي: خلاص يا جاسر، طالما دي رغبتك يبقى طلقها. أنا بنت ساكتة عشان بنتها ما تجيش في يوم تلومها، عشان تقولها أنا كنت ساكتة لآخر لحظة وبحاول ما أخربش. وقفت بكل جبروت وعدلت يقة قميصي اللي هي لسه كوياه بإيدها. بصيت لسمر بنظرة استعلاء وهي واقفة قدامي مهزومة والدموع محبوسة في عينها، وقلت لها بمنتهى البرود: وفري دموعك دي يا سمر، عشان مش هي دي اللي هتحنن قلبي عليكي، ولا هي اللي هتمحي غلطك في حق أهلي. وانت شكلك نسيتي نفسك وافتكرتي إن الدلع اللي دلعتهولك ده حق مكتسب. قربت منها وأنا ببتسم ابتسامة شمتانة وكملت: أنا النهاردة مش بس بطلقك، أنا بكسر مناخيرك اللي رفعتها في العالي، بكسر الشوكة اللي افتكرت إنك هتقوى بيها عليا. انت من غيري ولا حاجة يا سمر. بصيت لأبوها بلا مبالاة وقلت لي: يلا يا عمي، مش عايز ضيع وقت، المأذون مستنينا، والوقت اللي راح في العياط ده أنا أولى بيا. وصلنا للمأذون وطول الوقت وهي قاعدة ساكتة، وأبوها كمان ما فكرش حتى يوقفني مرة تانية أو يمنع الطلاق. خلصنا إجراءات الطلاق وطلقتها طلقة بائنة. نزلنا السلم وأنا حاسس بانتصار وهمي، كأني ملك الدنيا. سمر كانت ماشية ورايا هي وأبوها، خطواتها كانت تقيلة كأنها بتتحرك في كابوس، وأبوها ساندها بإيده اللي كانت بتترعش من القهر، بس ملامحها كانت مغسولة بكرامة عجيبة. هي ما ردتش، سحبت طرحتها على وشها وخرجت ورا أبوها. أول ما فتحنا باب العمارة اتصدمت باللي شفته. أهلي كلهم كانوا واقفين، إخواتي البنات عبير ونجلاء وأمي، ومعاهم جيران المقربين. المنظر كان مرعب، كانوا واقفين بيضحكوا، وعبير ماسكة كيس ملبس وبترميه في الهوا، وأمي زغرطت زغروطة شقت السكون اللي في الشارع. أمي بصوت عالي وهي بتبخرني: ألف مبروك يا ضنايا، ربنا نجاكي من الهم والغم، النهاردة عيد يا جاسر، النهاردة رجعت لنا هبتك وسط الناس. نجلاء وهي بتوزع شربات: اشربوا يا جماعة، الليلة ليلة هنا، اللي كان كابس على نفسنا غار في داهية. بصيت لسمر، شفتها وهي بتغمض عينها بقوة، كأن الزغاريد دي كانت طعنات في جسمها. أبوها شد على إيدها وبص لأهلي بنظرة خلتني أرتبك للحظة، نظرة فيها شفقة مش خوف، وقال بصوت واثق: مبروك يا جاسر، ومبروك عليكم الفرح، بس افتكر إن الأيام سلف ودين، واليوم اللي بتوزعوا فيا شربات على خراب بيت هيجي يوم تدوروا في على نقطة مية تبل ريقكم من العطش. سحب سمر ومشيوا وسط فرحة أهلي الهستيرية، وأنا واقف مكاني للحظة واحدة بس حسيت بخنقة. مش ده اللي كنت متخيلة؟ كنت متخيل إني ههزر معاها ونرجع، بس منظر أهلي وهم قلبين الوجع فرح خلاني أحس إن الحكاية ما بقتش مجرد تهديد، دي بقت حرب. طلعت الشقة مع أهلي، الزغاريت لسه بترن في ودني، وضحك إخواتي مالي المكان. دخلوا المطبخ وطلعوا الأكل اللي كانوا محضرينه، كأننا في عقيقة مش في خراب بيت. عبير أختي كانت قاعدة جنبي وبتقولي بشماتة: أيوة كده يا جاسر، ارفع راسنا، دي كانت فاكرة إن ملكش كبير، خليهم بقى يشوفوا مين هيبص في وشها دلوقتي وهي مطلقة
ومعاها عيلة. بصيت حواليها في الصالة، عينيا جت على طرحة سمر اللي كانت نسياها على طرف الكنبة، وعلى ركن بنتي الصغير اللي فيه لعبها. فجأة صوت الضحك بدأ يزعجني، كأنه ضجيج ملوش معنى. أمي قربت مني وبست راسي وقالت: ولا تزعل نفسك يا حبيب أمي، ستها نخطبها لك بكرة، واحدة تعرف قيمة العيلة وتعرف يعني إيه طاعة. مش دي اللي كانت بتنقرنا في الكبيرة والصغيرة؟ هزيت راسي بالموافقة وأنا بحاول أبتسم، بس جوايا غصة. دخلت أوضتي عشان أهرب من زحمتهم. أول ما قفلت الباب، السكون كان مرعب. ريحة البرفان بتاعها لسه في الجو، والمراية لسه عليها الروج اللي كانت بتستعمله. فتحت الدولاب، لقيت نص الدولاب فاضي. خدت لبسها وهي ماشية، بس سابت وجع مالي الأركان. تليفوني رن. كانت نجلاء أختي بتبعت لي فيديو وهم بيوزعوا الشربات قدام العمارة، وصوت الزغاريد مسمع الشارع كله. لأول مرة أسأل نفسي، أنا عملت إيه؟ كنت عايز أهددها، كنت عايز أكسر مناخيرها عشان ترجع خاتم في صباعي. بس منظر الزغاريد والفرحة في عين أهلي حسسني إن الجسر اللي كان بيني وبينها اتهد تماماً، وإن سمر اللي شفت في عينها نظرة الموت وهي خارجة مش هي سمر اللي كنت بزعق لها وتصالحني بكلمتين. تاني يوم الصبح صحيت على صوت البيت وهو هادي زيادة عن اللزوم. مفيش حد بيحضر فطار، مفيش صوت بنتي وهي بتجري. خرجت الصالة لقيت أمي وإخواتي مشيوا، والبيت بقى خرابة بجد. قفلت معاها وأنا متضايق ورنيت على نجلاء. إيه يا جاسر؟ تنظيف إيه بس يا حبيبي؟ أنا لسه راجع من الشغل وهبطانة، وبعدين العيال عندهم دروس وتمرين، ما أنت عارف سمر كانت شايلة عننا كتير. أبى أتصرف أنت بقى. بدأت أحس ببرودة بتسري في جسمي. أخواتي اللي كانوا بيشجعوني أطلق دلوقتي ما فيش واحدة فيهم قادرة تضحي بساعة من وقتها عشان تساعدني. رنيت على أمه: يا أمي، تعالي شوف الشقة، أنا مش عارف أقعد فيها من المنظر، وأخواتي كل واحدة بتتحجج بحجة. يا بنايا، أنا كبرت وما بقتش قادرة على الشير والحط. عايز ننزل أهدي حيلي فيه؟ اسمع يا جاسر، أنا هشوف لك واحدة تيجي تنظف لك الشقة كل أسبوع بقرشين وتغسلك الهدوم بالمرة. رميت التليفون على الكنبة وأنا حاسس إني غرقت في شبر مية. أهلي اللي فرحوا بخراب بيتي سابوني لوحدي وسط الخراب، والست اللي كانت بتعمل كل ده بحب ومن غير مقابل ضاعت مني عشان طلقة كنت فاكر إني بربيها بيها. رنيت على سمر للمرة العاشرة. قلبي كان بيخبط مع كل رنة. كنت متخيل إنها مستنية المكالمة دي بفارغ الصبر عشان تترجاني رجعها. أخيراً الخط فتح، بس السكوت اللي من ناحيتها كان مرعب. أهديت صوتي شوية وقلت: سمر، ردي، أنا عارف إنك سمعاني. أظن كده عرفتي إن الله حق، وشفتي إن أهلي هم اللي بكين لي. لو لسه عايزة بنتك تتربى بينا، البسي وتعالي دلوقتي واعتذري لأمي قدام إخواتي، وأنا هحل اللي حصل ده. قالي صوتها هادي بس هدوء يقطع القلب. قالت كلمة واحدة: خلصت يا جاسر. خلصت إيه؟ بقولك تعالي واعتذري. هعتذر؟ قالتها بضحكة مليانة دموع. الزغاريد اللي سمعتها قدام باب المأذون موتت آخر حتة كانت بقيالك في قلبي. اللي يوزع شربات في يوم كسرة مراته ما يستاهلش حتى العتاب. وما تفتكرش إن بنتي هتكون وسيلة ذل ليا. بنتي بكرة هتكبر وتعرف إن أبوها استكتر علي الفرحة. قفلت السكة في وشي. المكالمة دي خلتني أغلي، بس المرة دي غليان من نوع تاني. بصيت حواليا في الشقة، كانت عبارة عن مزبلة، قشر ملبس، كوبايات شربات فاضية ونشفة، وبواقي أكل في كل مكان. البيت اللي سمر كانت بتخليه يبرق
بقى ريحته تخنق. مرة أسبوع على اليوم اللي كنت فاكر فيه إني انتصرت. الشقة اللي كانت دايما ريحتها بخور ونظافة بقت ريحتها كمكمة وسجاير. الست اللي أمي بعتتها عشان تنظف جت ساعة، لمت الزبالة من على الوش وأخذت مبلغ وقدره ومشيت، وسابت الأركان مليانة تراب. أصل اللي بتنظف بفلوس مش زي اللي بتنظف بحب. دخلت المطبخ وأنا ميت من الجوع. فتحت التلاجة لقيت علب بلاستيك فيها بواقي أكل حمض، والبوتاجاز عليه طبقة دهون ترزق. حاولت أعمل لنفسي بيض حر، قدت الطاسة ورمتها في الحوض فوق كوم المواعين اللي بقاله يومين. سمر كانت بتغسل المواعين أول بأول وهي بتغني، وأنا كنت بزعق على صوت غناها. دخلت أوضة النوم، السرير مكركب والهدوم اللي المفروض تتغسل ملت الركن. جيت ألبس قميص للشغل لقيته مكرمش. افتكرت سمر وهي وقفة بليل رغم تعبها مع البنت بتكويلي قمصاني بالوحدة عشان أنزل الصبح باشا. مسكت القميص وحاولت أكويه، لزقت المكواه فيه وشاط. رميت المكواه في الأرض وأنا بزعق يا ربه، هو مفيش حاجة ماشية صح في البيت ده ليه؟ نزلت الشغل وأنا قرفان من نفسي، ريحة لبسي مش زي زمان وشكلي مجهد. قابلت صاحبي محمود على القهوة، بصلي بشفقة وقال إيه يا جاسر، مالك؟ شكلك مبهدل كده ليه؟ طلقتها يا محمود، كنت بربيها بس البيت باظ من غيرها. تربيها بالطلاق؟ يا صاحبي، البيت اللي بيتهد ما بيتبنيش بالسهولة دي. والرجولة مش إنك تكسر اللي معاك، الرجولة إنك تحتويه. كلامه نزل علي زي السم. رجعت البيت بليل، الدنيا ظلمة، مفيش صوت ضحكة بنتي وهي بتجري تستقبلني، ولا صوت سمر وهي بتقول الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الأكل جاهز. قعدت في وسط الصالة المكركبة وطلعت تليفوني، دخلت على صفحتها على فيسبوك، لقيتها منزلة صورة لبنتي وهي بتضحك وكاتبة بداية جديدة، والحمد لله على نعمة الأهل اللي بيسندوا بجد. النغزة اللي في قلبي زادت، هي بدأت بداية جديدة وأنا واقف مكاني في الخراب اللي عملته بإيدي. إخواتي اللي شجعوني قافلين بيوتهم عليهم وعايشين حياتهم، وأمي كل ما اشتكلها تقول لي أصبر بكرة تتعود. بس أنا مش عايز أتعود. أنا بدأت أحس إني كنت ملك في مملكة، ودلوقتي أنا مجرد واحد وحيد في بيت مهجور. مسكت التليفون وأنا قاعد وسط كومة الهدوم والمواعين والبيت ريحته بقت تخنق. كنت محتاج حد يشيل معايا الشيلة دي. مش هم اللي زغرته، مش هم اللي قالوا ألف مبروك، يبقى هم اللي يحلوا. رنيت على عبير أختي الأول وصوتي كان مخنوق. عبير، أنا مش عارف أعيش في البيت ده. سمر قفلت كل السكك والبنت وحشتني والشقة بقت خرابة. انزلي معايا بكرة نروح لأهلها نصالحهم ونرجعها، انتي عارفة ان الكلمة منك بتفرق. قالي صوت عبير وهي بتمضغ لبان وببرود تام قالت يا جاسر يا حبيبي، احنا رحنا معاك عند المأذون عشان ده كان قرارك وانت راجل البيت. دلوقتي عايزنا نروح نصالح؟ شكلنا هيبقى وحش قوي قدام أهلها. وبعدين انت مش صغير يا حبيبي، اتصرف وظبط أمورك. انت اللي طلقت وانت اللي لازم تعرف تلم الموضوع لوحدك. سلام بقى، عشان العيال بيعيطوا. قفلت السكة وأنا مذهول. رنيت على نجلاء وأنا كلي غل. نجلاء، أختك بتقول لي تصرف لوحدك، تعالي انت معايا بكرة. انت كنت بتقول لي إن سمر مش كويسة، تعالي قولي لأهلها إننا عايزين نفتح صفحة جديدة عشان خاطر الدنيا سودت في عيني. رنيت على أمي
وأنا بصرخ في التليفون: يا أمي، إخواتي بيتبروا مني، هما اللي خلوني أعمل كده، هما اللي زغرطوا وفرحوا، ودلوقتي سايبيني غرقان. أمي ردت بصوت هادي وفيه لؤم غريب: يا ابني إحنا في روحنا لفرحك، كنت فاكرينك مرتاح كده، دلوقتي لما الدنيا باظت في إيدك جاي تلومنا؟ يا حبيبي، انت راجل وسيد الرجالة، انزل اشتري لمراتك طقم دهب وروح هاتها، أو استنى لما هي تحن وترجع لوحدها. المهم، أنا مش حمل مشاوير وخناقات مع أهلها، اتصرف وظبط حالك يا جاسر، انت مش صغير. رميت التليفون في الحيطة وكنت عايز أكسر كل حاجة حواليا. البيت اللي كنت فاكر إن ملكه طلع سجن، والناس اللي كنت فاكرهم سندي طلعوا مجرد جمهور اتفرجوا على الحريقة وسقفوا. ولما النار بدأت تاكل فيا، كل واحد فيهم لف ظهره ومشي. بقيت لوحدي، مفيش غير صدى صوت زغاردهم اللي لسه بيرن في ودني. بس المرة دي الصوت في ودني بيقول: الزغاريد كانت طالعة بسخرية، كأنهم بيضحكوا عليا مش ليا. قررت إني لازم أتصرف. كلام أهلي اتصرف وظبط أمورك كان زي الكرباج بيجلد فيا. نزلت اشتريت أغلى طقم دهب لقيته في المحل. قلت في بالي: الحريم عقلها صغير والذهب بيزغلل العين، وأكيد سمر هتشوفه وتنسى كل اللي فات. رحت البيت حماية وأنا راسم على وشي ابتسامة الثقة. خبطته وفتح لي أبوها، ملامحه كانت جامدة زي الصخر. بصلي من فوق لتحت وقال ببرود: عايز ايه يا جاسر؟ عايز مراتي وبنتي يا عمي، ومعايا هدية لسمر عشان أصالحها ونقفل الصفحة دي. طلعت علبة الذهب وفتحتها قدامه، كان لمعانها مالي المكان، وقلت: أظن ده كفاية يخليها تعرف إن غلاوتها عندي كبيرة، وإن اللي حصل كان ساعة شيطان. أبوها بص للذهب بنظرة سخرية وجع كأنني أهنته، وزق إيدي بالراحة وهو بيقول بصوت يهز البيت: أنت فاكر إن بنتي رخيصة للدرجة دي؟ فاكر إن الكسر اللي كسرته لقلبها وكرامتها قدام المأذون والشارع كله يتداوى بحتة حديدة صفرة؟ في اللحظة دي سمر خرجت. كانت لابسة لبس خروج شيك وماسكة شنطتها. ملامحها كانت متغيرة، فيها قوة غريبة عمري ما شفتها. بصت للذهب وبعدين بصت لي وقالت بكلمتين بس: وفر فلوسك يا جاسر، اللي انكسر ما بيتصلحش، والزغاريد اللي أهلك عملوها كانت حفلة وداعنا الأخيرة. الذهب ده خليه للي هتيجي بعدي، يمكن ترضى بالذل اللي أنا رفضته. اتصدمت ورديت بغضب: يعني إيه؟ أنت بايعة كل حاجة عشان خاطر كلمة؟ أبوها تدخل ووقف بيني وبينها وقال بحزم: اسمع يا جاسر، الكلمة دي خلصت كل حاجة. أنت ملكش بنات عندنا، وسمر خلاص ما بقتش تخصك. الروابط اللي كانت بينا اتقطعت يوم ما اخترت تكسرها قدام الكل. اللي ليك عندنا هي بنتك بس، وده حقها وحقك. لكن من هنا ورايح لو عايز تشوفها تتصل وتحدد معايا ميعاد الزيارة قبل ما تيجي ب24 ساعة، وتشوفها في مكان عام أو هنا في الصالة قدام عينيا. يا عمي دي مراتي، كانت، انت اللي اخترت تكون كانت، ودلوقتي اتفضل من غير شوشرة. بنتي وراها شغل ومستقبل بتبنيه بعيد عنك وعن أهلك. قفلت الباب في وشي ووقفت أنا في السلم ومعايا علبة الذهب اللي كانت باهتة جدا قدام كرامة سمر وقوة أبوها. حسيت للحظة إني بقيت غريب، ماليش مكان، لا في بيتهم ولا حتى في بيتي اللي بقى خرابة. الأيام بدأت تمر عليا وأنا زي المجنون، مش مصدق إن سمر اللي كانت بتخاف من نظرة عيني بقت بالصلابة دي. حاولت أروح لها البيت تاني وتالت، أقف تحت البيت بالساعات، أبعت رسائل اعتذار ووعود، بس مفيش فايدة. الرد كان دايما بلوك أو تجاهل تام. في يوم قررت أروح لها قدام الشغل الجديد اللي عرفت مكانه بالصدفة. كنت واقف ومعايا ورد، قلت يمكن لما تشوفني لوحدنا قلبها يحن. أول ما خرجت من باب المبنى لمحتها، كانت ماشية بخطوات واثقة، وشها فيه راحة غريبة ما شفتهاش وهي معايا. جريت عليها وأنا بنادي: سمر، استني يا سمر، أرجوكي اسمعيني دقيقة واحدة بس. وقفت وبصت لي ببرود:
وقبل ما تنطق بكلمة لقيت عربية وقفت جنبنا ونزل منها خالد ابن عمها. خالد اللي طول عمره كان هادي وفي حاله، بس المرة دي نزل وعينه بتقدح شرار. وقف بيني وبينها كأنه سد منيع وبصلي بنظرة خلتني أرجع خطوة لورا. انت ايه اللي جابك هنا يا جاسر؟ مش أبوها قالك ملكش كلام مع سمر تاني؟ انت مالك يا خالد؟ دي مراتي وأم بنتي، واللي بينا مشاكل عائلية ما بيدخلش فيها حد من بره. خالد ضحك بسخرية وهو بيقفل باب العربية وبيقرب مني. كانت مراتك، والكلمة دي انت اللي موتها بإيدك يوم ما وزعت شربات على كرامتها. ومن النهاردة أنا اللي واقف هنا، وأي كلمة عايز تقولها تتقال لي أنا. سمر وراها بيت وعيلة بيحموها، ومش مسموح لك تقرب منها خطوة واحدة تانية. بصيت لسمر وقلت بقهر: بقى هو ده اللي انت بتتحامي فيه يا سمر؟ ابن عمك؟ سمر بصت لي بمنتهى القوة وقالت: خالد سند يا جاسر، والراجل اللي بيعرف يعني ايه عرض وقرابة. اللي زيك ما يعرفش المعاني دي. خالد هو اللي بيوديني ويجيبني عشان ما اسمحش الواحد زيك يضايقني بكلمة. خالد حط ايده على كتف سمر وقال لي بحسم: اسمع يا ابن الناس، المرة دي بقولها لك بالذوق. المرة الجاية لو شفت خيالك جنب سمر أو جنب بيت عمي مش هتحب اللي هيحصل. سمر خلاص قفلت بابك، والراجل فينا هو اللي بيعرف امتى ينسحب بكرامته، لو لسه عندك كرامة أصلا. ركبت سمر معاه العربية، وخالد بصلي نظرة أخيرة قبل ما يدور المحرك ويمشي، وسابني واقف في نص الرصيف والورد في إيدي دبلان. حسيت للحظة إن الدنيا فعلا لفت بيا، وإن جاسر اللي كان فاكر نفسه الكل في الكل بقى دلوقتي ملوش دية ولا حتى قادر يوصل لظلها. وحشتني، ومن غيرها ما بقتش عايش، ومش عارف أعمل آية، وندمان عليا كل اللي عملته.